بغيتي تستثمر في العقار، اجي تعرف المراحل او التكلفه. واول حاجه هي الارض، خصك تختارها في موقع اللي يكون مزيان، تكون واصله لها الطريق وواصله لها حتى المركوب، ومن الافضل ان يكون بدا فيها البني وفيها شي مشاريع بحال السوبر مارشي، بحال المسجد، بحال الحانوت، لان هذا الشيء غادي يعاونك في البيع من بعد ما تتاكد من الوضعيه ديال الارض تقدر تشريها. والثمن كيكون ما بين 5000 درهم حتى 7000 درهم في المدن الصغيره والمتوسطه، وكيفوت 10000 درهم في المدن الكبيره. وقبل ما تبدا تبني اجي تعرف الرخص اللي خاصك تتاكد من الضريبه على الاراضي الغير مبنيه واش مخلصه ولا ما مخلصاش، الدراسه ديال الارض عند الطوبوغراف او البيرو ديتود، جوج البلان ديال البني عند الارشيتكت، البلان ديال الحديد وديال ستركتور عند البيرو ديتود. بعد هذا الشيء كامل تقدر تحط الرخصه ديال البناء البيرمي دو كونستروير في رخص بوان. فاش كتخرج للجنه وكتاخذ الموافقه كتمشي تخلص المصاريف عند الوكاله الحضريه الوقايه المدنيه، وكتمشي عند الجماعه باش تخلص الرخصه ديال البناء. عندك الرخصه تقدر تبدا تبني، وغادي تبدا بالحفير، البني ديال الاساسات، لي غروزوفر، الماء والضوء السانيتير، القبص والزليج، الصباغه والخشب، وكيجي وقت الفينيسيون. التكلفه الاجماليه ديال ار بلس 2 بدون احتساب الارض هو ما بين 80 مليون حتى 100 مليون. وما تنساش البيرمي دابيتي باش تدخل الماء والضوء وتقدر تبدا تبيع. والثمن البيع المتوسط في هذه المدن هو ما بين 6000 درهم حتى 7000 درهم المتر مربع على حسب الفينيسيون، وغادي تكون قدرتي تحقق واحد الربح صافي ما بين 25 مليون حتى 40 مليون.